وزوز مدربين كذلك عندهم الكثير في جرابهم، غازي الغرايري وانيس بوجلبين، وهذه فرصه خطيره لترجي جيس. روعه روعه الهدف، روعه 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 الهدف. ستانلي اوغو يعني يتمكن من تسجيل هدف جميل وجميل للغايه. ستانلاي هو صاحب الهدف، يعني الترويض في مناسبه اولى، يروض بالساق اليسار، يراوغ يفتح الزاويه، يصوب بالساق اليمين. هدف جميل وجميل للغايه لترجي الجرجيس في 11 دقيقه لعب من هجوم معاكس. يعني امامكم الاعاده، هجوم معاكس، ياخذ الكره ستانلاي، ممتاز العمليه. شوف كيفاش يراوغ المدافع في مناسبه اولى، يفتح الزاويه، يصوب في الزاويه المقابله. شوف لهنا برشا فنيات، برشا باجاج كروي للاعب ستانلاي. ممتاز ممتاز جدا للامانه، ممتاز جدا الهدف لترجي الجرجيس على طريقه الكبار. ستانلاي يحط الملاعبي، يغطي بكورته، يغطي بدنه. الحكم يرجع للفار. هل هناك لمسه يد في الترويض او دفع في الترويض؟ هذا اللي بنشوفوه بعد قليل. شوف عبد الله كانو يحاول ياخذ الكره، ترجع للاعب الزيري، خطير الزيري بيجابه عبد الله كانو. هدف التعادل، هدف التعادل يا شبيب القيرواني. قلت منذ قليل مباراة باش يكون فيها برشا اهداف. عبد الله كانو يتمكن من تعديل النتيجة للشبيبة القيروانية. 1-1 فسخ وعود من الجديد. 13 دقيقة لعب. ملا مباراة، ملا مباراة وملا متعة وفرجة وإثارة. هذا هو المتعة، الفرجة، الإثارة. الحقيقة أكبر مستفيد في هذا اللقاء هي الجماهير اللي قاعدة تتابع على منصة الديوان، واللي حاضرة هنا في ملعب حمد العواني ونحتفل بكل قوة. أمامكم غازي الغراري تنفس الصعادة. شوف الجماهير، شوف الجماهير اللي بكل قوة، هذه الجماهير في الفراج وكذلك الجماهير موجودة في الجرادان، بما أنه البلوز مغلق في ملعب حمد العواني بالقيروان. مباراة ممتعة وممتعة للغاية لهنا في استاد حمد العواني بين الجيسكا. شكرا سيد المخرج. شوف الإعادة، شوف الزاوية الرؤية يعني واضحة جدا للسادة المشاهدين. شوف التصويب ممتاز جدا، ممتاز جدا. الزيري غطي على كورته، أمين الزيري أكد بعد تسجيله لهدف رائع، ممكن يكون هدف الموسم. الجولة الفارطة ضد النجم الرياضي الساحلي يأكد اليوم بتمرين لهداف الشبيبة القيروانية عبد الله كانو. عبد الله كانو اللي سجل طرح سليمان، سجل طرح المرسى، سجل مباراة النجم الساحلي رابع أهدافه في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الكرة عند غسان المحرسي، وزع الكرة، يتدخل أسد الشبيبة الرياضية القيروانية، يصعد بالكرة. غسان المحرسي يجري كرة جهة اليسار، ممتازة التوزيعة، ممتازة جدا التوزيعة، فرصة خطيرة للترجي الجرجيسي وتعود خطيرة جدا. هجوم الترجي الجنوب، تمشي الكرة، بنفيه يلعب الكرة والهدف الثاني، الهدف الثاني لترجي الجنوب. ممتازة جدا العملية، خطيرة جدا هجومات ترجي الجنوب، خطيرة جدا هجومات الترجي الجرجيسي. قاعدين نشوفوا ونتمتعوا بهذه المباراة. رقم 19 انشوتي هو اللي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لترجي الجرجيسي مال مباراة في 19 دقيقة. 3 أهداف، 3 أهداف. ربي يعين الحكم والمخرج والمصورين اللي قاعدين يتابعوا. الحقيقة ريتم قوي جدا. ترويض من شيتي، شوف الترويض، شوف التمرير لستانلي، خطير العملية، خطير. شوف الفرصة أخرى ويفسخ الهدف عزيز المشاوي. ستانلاي، نشيتي واللاعب الرحماني، وخطيرة والهدف الثالث، الهدف الثالث. قلت مباراة فيها الكثير من الأهداف، مباراة فيها الكثير من الأهداف، يعني جميلة جدا. اللقطة الأخيرة مؤمن الرحماني، تقريبا مؤمن الرحماني هو صاحب الهدف. يعني شوف العملية الأخيرة، يفتح الزاوية أشرف بنذيه، يصوب، ترجع قدام رحماني، يصوب رغم تدخل عزيز المجاوي، كورته
داخل الشباك. جميل جدا الهدف اخر لترجي الجرجيس، نقطة استفهام كبيرة في دفاع الشبيبة القيروانية، وبرافو لهجوم ترجي الجنوب. وهنا تمشي كرة فرج القيرماني، جري حمدي هلال، حمدي هلال يفتح الزاوية، يوزع على مستوى القائم الثاني، خطيرة العملية، يخلط متأخر عبد الله كانو. تمشي لشيتي، شيتي يلعب كرة لستانلاي، ستانلاي خطير جدا، خطير جدا ستانلاي، والهدف الرابع. رائع رائع رائع، مهاجم من طراز عالي جدا، مهاجم من طراز عالي جدا، مهاجم رائع وممتاز، مهاجم الحقيقة يستحق مكانة كبيرة جدا في قلوب كل جرجيسي. هذا المهاجم اللاعب ستانلاي، ستانلاي يقول يعني شفنا الهدف الاول، وشوف التحيه للجماهير الحاضره من ترجي الجرجيسي، يخرج مع وسط الميدان يمشي، شوف التصويب في شكل رفع كرة بالحارس عزيز المجاوي، والهدف الرابع لترجي الجنوب. 4-1 للشبيبة على أرضية ميدان هذا الترجي الجرجيسي. تقريبا ملاعبية الشبيبة فرحوا أكثر من اللازم بالانتصار على النجم الرياضي الساحلي، والحكم أمير لوسي في هذه اللحظة بالذات يعلن عن نهاية الشوط الأول، شوط ممتاز بين الشبيبة القيروانية وترجي الجنوب، انتهى لصالح الترجي الجرجيسي 4 أهداف مقابل هدف واحد. ثنائية ستانلي للترجي الجنوب ونشيتي، في حين الهدف الثالث كان سجله اللاعب مؤمن الرحماني، في حين الهدف الوحيد للشبيبة كان سجله عبد الله كانو. ومشاهدي ومتابعي منصة ديوان سبور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الشوط الثاني من مباراة الجولة السابعة ذهاب البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم هنا في القيروان، تحديدا في ملعب حمد العواني للاعب مؤمن الرحماني، في حين هدف الشبيبة الوحيد كان سجل اللاعب عبد الله كانو. هنا خطيرة جدا، ممتازة رائعة جدا، بلال جرار، كرة طوندو ماشية في الزاوية 90، تبعد تقريبا بعض السنتيمترات على مرمى الحارس حمزة الغانمي. خلينا بسرعة على المدرب عثمان الشايبي أو حتى مع المدرب جميل، جميلة جدا، كنترول جميل من كانو، يراوغ جسديا، يفتح الزاوية، يحط كرة ساقه اليسار، يحب يلعب لبعيدة، كرة من جديد أشرف بضية، أشرف بضية خرج كرة وجه لوجه للاعب الستانلي، ممتاز جدا هذا اللاعب، ترجع الكرة خطيرة العملية هذه على الهدف، خليه يمشي لخط الركنية، يعني كان ما خرجش الحارس ملاعب بإمكانيات طيبة وطيبة للغاية، مسجل زوز أهداف، وليست زوز أهداف فقط، أهداف مع إمكانيات طيبة للغاية، أهداف يعني إنسان عنده برشا كرة في ساقيه. كرر الكرة زيري يمين، يوزع الكرة خطيرة ممتازة مكانه، لزمها برشا إمكانيات فنية وبرشا توفيق من المولى عز وجل باش الكرة تمشي معاه. كان يفك له اللاعب كومباسا كرة خطيرة جدا، يبعد الخطر، يدخل في راس السلامي لكن تمشي معاكسة، وفرصة الخامس. جميلة العملية، هلال من جديد يوزع القيرماني، خطيرة كانو ما كانش يتوقع الكرة، وضربة جزاء. لا الحكم يقول ما فما حتى شيء، الحكم يقول ما فما شيء في كرة كانو الأخيرة. أمير الوصيف الحارس المس الكرة، خلى ديزيكليبري مع اللاعب، هل هو فما المخالفة، فما ضربة الجزاء للأمانة تقريبا باش ترجع الفار ويزفر ضربة جزاء ليس للاعب الأول القيرماني لكن لكانو. شوف كانو هنا مش يحط رجله أو الكونتاكت موجود من المدافع المحرسي. وفي هذه اللحظة بالذات الحكم أمير الوصيف يعلن عن نهاية المباراة بانتصار الترجي الجرجيسي على الشبيبة القيروانية